يلا يا جماعه كسبنا اهو. ايه الموضوع مش تهريج، انا بجد رحت الماراثون بتاع هامبورغ خلاص. كلنا هنمشي 60 كيلو ربنا يسترها. لسه ده بقى. هلو هلو. أنا دخلت ماراثون 60 كيلو هنا في ألمانيا في هامبورغ. السباق يا جماعة ما كانش سهل خالص بصراحة، يعني أنا المشكلة بس إن هو مش بيقول لك الطريق عامل إزاي وأنت مش بتعرف تجهز نفسك، فأنت لازم تقعد تتدرب وتمشي على مسافات كتيرة وتجرب حاجات كتيرة وتجرب جبال ونزول عشان من الآخر تبقى الفتنس بتاعك كويس. خلاص يا جماعه 60 كيلو مشيناهم اهمت على خير ووصلنا زي الفل، وهناخد ميداليه وهنبقى من الناس اللي نجحت في الماراثون الغريب ده. بس الموضوع ما كانش سهل. كل دول يا معلم كسبوا في السباق اللي هو 60 كيلو. احنا دلوقتي في سباق ورانا حوالي 100 كيلو بس طبعا انا ما شاركتش فيه. 60 كفايه قوي عليا بصراحه. شويه موز اهو عشان ما حدش يجيله شد عضلي. اوكي موز. التجربة كانت غريبة جدا وبجد صعبة قوي وتقيلة، وطلعنا شوية جبال ونزلنا من جبال. يعني 60 كيلو مش 60 كيلو انت ماشي طريق مستقيم. الموضوع كان فعلا صعب جدا اكتر ما انا كنت متخيل. بس على النت لو جيت عملت سيرش او اتفرجت على اليوتيوب ولا حاجة تفتكر انك انت الموضوع صعب عليك، لكن الموضوع سهل جدا مش صعب الدرجة دي. بس عايز حد يكون متدرب. المشكلة ان انا بقالي كتير جدا ما لفتش اصلا بالعجلة وما عملتش اي كيلوهات، فالمرة دي كانت الموضوع فعلا صعب جدا. طبعا ده للناس بس اللي كسبت وقدرت ان هي تكمل الماراثون وقدرت ان هي تخلصه، يعني فاهم ازاي؟ مش اي حد طبعا. الناس الكسبانه بس يا معلم هم اللي ممكن ياكلوا. الحلو في الموضوع بقى ان الطريق كله بص كان على النهر ازاي، ميه ومنظر حلو وطبيعه وكل الناس اللي ورانا دي شايف كله كده. يلا يا جماعه كسبنا اهو. ايه ميرسي بوكو. كسبنا يا جماعه، دي الميداليه اهي وبقينا من الاوائل اللي كسبنا. يعني دلوقتي هناخد ميداليه ثانيه مكتوب عليها اسمنا. دانكو. حبيبي حبيبي. الناس كلها ورا بقى بعد الماراثون عمالين يشربوا وياكلوا بقى وايه ويحتفلوا ويتكلموا ويرغوا، وانا مش قادر اصلا، عايز اروح انام. طبعا بقى اللي بيصلح العجله بتاعته، في ناس بقى العجل بتاعها باظ في اللف، في ناس قاعده بتتكلم وتشرب، وفي ناس بتتكلم اهو بس بيتكلموا في مواضيع مختلفه في العجل، واللي قاعد مع الكلب بتاعه كله بقى قاعد فاهم بيعيشوا اللحظه. انا ما عملتش اي تدريب من حوالي 6-7 شهور حرفيا، فانا كتر الف خير ان انا وصلت النهارده بالسلامه. الموضوع خطير قوي لانك انت بتبقى في حوالي مش عارف كام الف بني ادم ممكن يكون مشارك مثلا. حرفيا الرقم كان خزعبلي. الشارع ما كانش يعني ما كنتش شايف اخر الشارع فين. فالموضوع بيبقى خطر جدا انك انت ممكن قوي تخبط في اللي قدامك واللي وراك يخبط فيك وتقعوا على بعض. وحصلت 4 حوادث في السباق ده، الحمد لله ان انا طلعت منهم سليم، بس في ناس جات لهم الاسعاف وواحده كانت في الارض ومشكله يعني فاهم. فالموضوع اللي عايز يشارك فيه لازم تدرسه الاول، لازم تفهم الاول ازاي السباقات دي بتتم، لازم تعرف في شويه تبس معينه كده، شويه نصايح كده لازم تعرفها. اول حاجه انك انت دايما تبقى على اليمين، لو عايز تعدي اللي قدامك هتعديه بس من على الشمال. تاني حاجه انك انت
ما تضيعش مجهودك في انك انت تمشي عكس الرياح، بمعنى انك انت خلي دايما في واحد قدامك هو اللي اخد الرياح علشان توفر انت طاقه، بحيث انك انت لما تيجي طلعايه، تيجي جبل، تيجي اي حاجه، يبقى انت عندك الطاقه وانك انت تدوس. تالت حاجه، جيب كوتشي بتاع العجل، شايفه من تحت كده، بيساعد جدا وبيفرق قوي في السرعه وبيخليك اسرع، لانك انت مش مجرد انك انت بتدوس بس على البدال، لا ده انت كمان بترفع البدال اللي ورا، فبيساعد اكتر على انك انت تلعب على عضلتين في رجليك، فبيسرعك اكتر، فبيقسم مجهودك على عضلتين بتاعه الرجل الاماميه والخلفيه، فبيخليك اسرع. لكن لو انت مش معاك الكوتشي ده، فانت بتدوس بس طول الوقت، فانت بتلعب على عضله واحده، فبتجتهد وبتتعب اكتر. هم ادولي مش مجرد الميداليه بس اخدتها منهم ان انا كسبت، بس مكتوب عليها بالظبط ان انا حققت الماراثون ده في قد ايه بالظبط. انا حققته في ساعه و55 دقيقه، اديك شايف اهو، بسرعه 27 كيلو في الساعه ولا في ايه، كيلو في الساعه، والمسافه كلها 52 كيلو، يعني ما طلعش 60، مع ان الماراثون اسمه 60 كيلو. غريبه دي. دول بقى الناس المحترفين قوي اللي جايين ورانا دول، ده السباق اللي هو 100 كيلو. شايف الناس بتسخنهم ازاي؟ بيشجعوهم اهو. دول يا معلم الناس اللي مش بتهزر، دول على فكره فيهم ناس عالميين على مستوى العالم، يعني اخدين رانكات عالميه، بمعنى الناس دي يا ريس بيخشوا بقى الاولمبيات وحاجات كده. الماراثون اللي في هامبورج اللي في المانيا ده مش تهريج يا جماعه، بجد من اكبر الناس على مستوى العالم بييجوا يلعبوا فيه. بص اهو في جروب تاني جاي. المسابقات دي بتديك رانكات عالميه جامد قوي على فكره، وبعدين لما بتعلى بالمستوى وبتاخد ميداليات عاليه وبتاخد مستويات رقم 1 و2، بتقدر تنافس في الاولمبيات وتنافس بقى في مسابقات اعلى كمان. في مشكله حصلت معايا في السباق وحشه قوي، العجله بتاعتي فيها حاجه اتكسرت. الموضوع في الحلو هنا، الحاجه الحلوه في الماراثون ده ان مش الناس الصغيرين بس هم اللي بيشاركوا، الناس الكبار كمان بيشاركوا، ودي بصراحه حاجه كانت عجيبه جدا بالنسبه لي. يعني الناس هنا في المانيا يا جماعه بسم الله ما شاء الله فت جدا من كتر ركوب العجل. شايف ناس عواجيز حرفيا كانوا جنبي واسرع مني، اسرع مني، انت متخيل؟ عشان كده بيعيشوا مده طويله قوي في عمرهم على فكره. ناس كتيره قوي هنا عواجيز معديين ال 80 وال 85 وال 90 وفت لدرجه ان هم يخشوا ماراثون معايا هنا لمده 60 كيلو واسرع مني. بص حرفيا في كل حته ناس، يعني ناس مش هقول لك عواجيز، ناس خلاص يعني ما يقول لو في مصر ده كان زمان قال لك العمر راح بيا، وكان قاعد دلوقتي على الكنبه وبيشرب شاي. بص يا سيدي، بص الفرق، بص ست عجوزه خالص ومعاه العجله وبيلفوا ومعدي، وعلى فكره بيعدوا ال 100 كيلو اكتر. انا هنا في قلب المدينه في هامبورج اهو، والماراثون هنا. طبعا بقى الشركات العالميه بتستغل الايفنت ده احسن استغلال، كميه اعلانات في كل حته وكميه مكاتب في كل حته واوفيسز، وده المكان اللي بيحط فيه اهوت. بص عربيه سكودا حتى كمان عاملين عليها عرض، وهنا الناس طلعت واتكلمت وقالت مين اللي كسب ومين اللي خسر. اديك شايف ادي الستيج، وادي الناس الراعيين السبونسر، وادي اسم الماراثون. سكودا طبعا مش هتسيب ده في حاله، هي اللي ماسكه الرعايه كلها، هي اللي بتعمل اعلان لكل النقط دي. اديك شايف اهو، بص حته بوكسات في كل حته، اعلانات لكل حاجه، واكل بقى وانبس، وناس قاعده تشرب بقى وتاكل. اديك شايف اهو، بصراحه عملوا ايفنت هايل، والناس هنا اصلا في اوروبا بتعشق حاجه اسمها رياضه العجل. فديك شايف بص الموضوع، حتى العواجيز كمان مشاركين في حرفيا، ده في ناس منهم في ال 100 كيلو. طبعا بقى كل الرواعي
بتاعت الشركات هي اللي بتبيع الهلم والعجل واللبس بتاع العجل. شايف كله بيحاول بقى يستغل الفرصه بقى. طبعا ايفنت حلو جدا عالمي، جاي له ناس من كل حته في اوروبا، وغالبا في ناس كمان من العالم من دول تانية من عندنا احنا. بص كل حاجه موجوده يا معلم. شايف النظارات، كل ما تحتاجه لسواقة العجل. كل شركة بتعرض منتجاتها وبتستغل الموضوع أكتر استغلال. شايف الصورة دي جامدة أوي. الناس كلها بقى عمالة تتفرج واللي بيشتري، شايف، واللي بيجرب الحاجات. شايف